حابب اقول له انا لماذا لعب على الشيعة والسنة ببثه؟ الايه؟ قدر يلعب على السنة وعلى الشيعة. اول شيء استمال الشيعة ضد السنة، بعدين ضربته هو مع مين؟ الشيعة. انا تسمح لي بابا داروين اجاوبه؟ لانه مش اتفضل من هو انا الأخلاق مش فاهم اصلا، انا مش فاهم هو السؤال عايز ايه بالظبط هو يعني. انا فاهم بحكي يعني. لك. انا كنت ملحد، بعدين اسلمت وفتحت بثوث، طلع اسمي ضرب بالآفاق، فبعدين رجعت للإلحاد. فالناس بتتساءل، أنا تكلمت هذه في بثي. أنا ببساطة شديدة من عائلة كبيرة، واللي صار إنه أنا انحرمت من الورثة تبعتي، فتم ندي من العائلة لأني ملحد، فاضطريت إنه أنا أدعي الإسلام. وأنا مش قاصدك لا أنت ولا غيرك ولا بعرفكم بصراحة أستاذ هادي، عشان آخذ نصيبي من الورثة. أخذت نصيبي من الورثة وطلعت من الإسلام. الإسلام استخدمته كذريعة، أنا لا أكثر ولا أقل. الآن استوعبت أستاذ هادي؟ شكلك الالحاد مأثر عليك. انا سألتك سؤال لا واضح. لا 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 لا، استنى بس يا استاذ هادي، استاذ هادي. طب انا سؤالي مش هيك. لا لا استنى بس، مش مسموح باي نوع من انواع الشخصنه. لا والله ما انا ما شخصنت، بس ما هو ما فهم سؤال. يعني خلي كده الاسلوب راقي في النقاش بعد اذن حضرتك. ارجع اعيد السؤال. استاذ ديار انا تابعته فتره، انا احترمه وبقدره، بس لكن دخلي حسيته انه يعني مثل بزنس، وانا كنت عارف عم بيعمل بزنس. هادي أنا جاوبتك أستاذ هادي. أنا انتبذت من عائلتي بسبب الإلحاد، أنا عايز الورثة تبعتي، حقي هذا. أوكي؟ فقالوا لي ما إلك ورثة إلا لما ترجع للإسلام. رجعت للإسلام. هل هذا كافي؟ لا، اثبت. فتحت بثوث وظليتني 4 أشهر عشان أثبت لأهلي، عشان آخذ الورثة. أنا ما بعرفك مين أنت أستاذ هادي، مقامك عزيز ومحترم، ولا بعرف الجمهور، وما كانت النية أنه أنا أشتهر إطلاقا. أنا فتحت بثوث عشان أثبت لأهلي. فهمتني شلون استاذ؟ بس هسه طالما اخذت حقي، انا الاوان ان تعرف، وانا تكلمت هذا الشيء في بثي، انا لم اسلم ذات يوم، ولا تصدق ان هنالك ملحد يرجع للاسلام ابدا، لا تصدق. على كل حال خليك مع صاحب البث. اذا عندك سؤال، هاي الامور الشخصيه بتتحدث معي على الخاص، نحن كلانا ضيوف عند الاستاذ بابا داروين. خليني اعرفك، فينا عمالقه مثل السيده سهيله، مولانا محمد زويري، الدكتور تمسوح، والدكتور بابا داروين. فاي تساؤل عندك، انا واحده من الناس اعتبر نفسي تلميذ عند هؤلاء. اي تساؤل عندك اسالهم، تفضل. يلا بعتبره هروب، ما في مشكله، تفضل.